خصوصا أن اليوم الأسعد هم الجماهير المغربية بشكل خاص والجماهير العربية بشكل عام. نشاهد هذه الفرحة الاستثنائية التاريخية في وصول أول منتخب عربي إلى الأدوار الإقصائية وهو المغرب. ليش وقفت يا صابر؟ احتفل مع الجماهير. بقول لك شيء يا مشاري، احتفل مع الجماهير. لا 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 استوديو الفن. فيفا مغرب، لا 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 يا مساعد، فيفا مغرب ان شاء الله ان شاء الله ديما مغرب. والله عشمنا يا مشاري. هايل يا بدر، هايل يا بدر. لا شوف لحظة مشاري، عشمنا احنا عشمنا في المغرب طبعاً. كبير جدا. إيه؟ ليش؟ انه المنتخب الواحد حتى مسافر عن مصر اقول لك بيصل ان شاء الله بيمشي، لكنك يا لكن مساعد، يا الفريق مساعد. اللي تبي المنتخب اللي تبيه يوصل نهائي، انا بالنسبة لي احب اشوف المغرب. على اساس كذا احنا ننتقد اللي حصل في الشوط الاول من عشمنا من محبتنا. طيب خلاص ردد وياهم ديما مغرب. يلا ديما مغرب، لا ردد ويا الجماهير. ديما مغرب. قول لا ما انا قلتها في بداية فيفا كلامي. المغرب، قول فيفا. لا بس انا ما عندي الحنجرة الذهبية زي يا سلام. لا شوف، لا هو جانب المغالاة جانب المغالاة اللي كان عند مساعد انه وصف الجولة الأولى بالكارثية. هي لم تكن كارثية. الشوط الأول أنا تكلمت على اختلالات تكتيكية، وانا قلتها يا صابر واعيدها، ان مشكلة الفريق هو قد ذكرتها انت ايضا، مشكلة المنتخب المغربي في مباراة البرازيل ومباراة اسكتلندا ومباراة هايتي اضاعة للفرص السانحة للتسجيل. هذا يعتبر خلل تكتيكي يجب تصحيحه، لانك غتجي عليك مباريات ربما خصك تسجل من نصف الفرص. شوف هذا اللي قصدته انا. شوف فرحة اللاعبين كان جميلا طبعا فرحة اللاعبين يحق لهم ان يفرحوا. وفرحة خصوصا لأداء استثنائي من أشرف حكيم. لكن هل تعلم أن انتصرت هولندا في الجولة الختامية ستكون مواجهة نارية في الدور القادم في دور 32 ما بين المغرب وهولندا؟ وتعرف شيء مهم جدا، أن هذه المباراة سيكون لها طابع خاص. لماذا؟ لأن كثير من اللاعبين المغاربة الموجودين الآن في صفوف أسود الأطلس تلقوا تكويناتهم في أندية هولندية، أولهم اسماعيل سيباري الهداف الحالي للمنتخب المغربي يلعب لنادي بي اس في ايندhoven. جميل. محمد وهبي والتكاتف واللاعبين والنجوم والجماهير، رغم ان انت يعني تكلمت اكثر صراحه من مساعد وبدر في بدايه الحلقه يا صابر، ننتظر منك كما عهدناك هذه الصراحه. محمد وهبي انا بشكره على ما قدمه، لانه احنا بنتابع من بعيد ومش عارفين الكواليس، بس انا لما تابعت الرقم معدل الجري اللي جراه ايوب بوعدي في المباراتين الافتتاحيتين، التمس العذر لمحمد وهبي انه يريحه، لان انا عايزه يكمل البطوله. لا يمكن لاي بني ادم مش لاعب رغم انه صغير السن، لا يمكن لاي بني ادم انه يواصل على نفس الوتيره. وصلنا الى يوم يعني محصل النقاطيه 7 نقاط، وهناك من ينتقد وهناك من يتمسك. ده يحسب وفارق الاهداف عن البرازيل حامله 5 الغاء. والبرازيل ايه؟ فترات الراحه 4 إلى 5 أيام. هذا 4 أيام إلى 5 أيام يا مشاري. والبرازيل متوهج، البرازيل صراحه متوهج في هذه البطوله بشكل كبير جدا. من الاخر يعني شنو مشكلة مساعد؟ كل ما تتكلم يتكلم وياه. ولا هو بيقاطع نبيل اكتر مني. هو عامل حساب كبيره شويه. يعني فريق فايز ومنتخب فايز وفاز بالاربعه. خلينا نعيش هالاجواء، اجواء الفرق. نبيل أقل المتكلمين لكن أكثر صراحة من الموجودين. تفضل. يا سلام بصراحة
شو رايك يا نبيل؟ راح اتكلم يلا قطعني. بس بعد الكلمه الثانيه. تفضل. بصراحه لازم نقف احتراما لحكيمي. هذا اللاعب اللي ما خذاش حقه بالشكل اللازم. انا استوقفني اليوم مقال في صحيفه ماركا الاسبانيه تقول انه بعنوانها حكيمي اسطوره حيه افريقيه. هذا اللاعب وما يقدمه اليوم، يعني في الوقت اللي جرات العاده انه نتكلم على رونالدو وميسي وفينيسيوس ومبابي اللي هم مهاجمين، يعني جرات العاده انه الاضواء تكون مسلطه اكثر على المهاجمين. حكيمي في المغرب الاضواء والمنافسين والمدربين صاروا يبنوا خططهم لايقاف المغرب على حكيمي، وهذه ما تقعش في الاماكن كلها. يعني يلزم يكون عندك لاعب في طينه اشرف حكيمي وظهير هذا هو. لكن كذلك الادوار من المدرب لها دور كبير في اشرف. نعم. إذا محمد وهبي في حديثه يتفق مع صابر ونبيل، يقول الحمد لله أنا راضي عن الأداء. وبدأ الحديث في هذه الحلقة لا رضا لبدر ولا رضا لمساعد، تكلم في إلا واقعية نبيل في المؤتمر الصحفي. قال تكلم عن الشوط الأول. اي بس قال الحمد لله أنا راضي عن في المؤتمر الصحفي تكلم عن الشوط الأول. طيب هذا حديثه قدام. هذا مدرب يعرف ماذا يتكلم عن الشوط الأول. هذا مدرب ما كان جيد، قاعد يعرف وتكلم عن دياز. بس قال الحمد لله أنا راضي يا نبيل. هذا بالكلمة الأولى بتعود في الكلمة الثانية تقطع. قال الحمد لله أنا راضي، الحمد لله أنا راضي. هذا مدرب مقتنع بما يقدمه. شوف الهدوء اللي يتكلم به والرصانة اللي يتكلم به. أكثر ما يعجبني أنه دفاعه لأشرف حكيمي. فما جملة واحدة ما قلتهاش، نعم. وهو أنه الله يسامح اللي كان سبب في مغادرة حكيمي لريال مدريد. نعم. يا أخي مقابل هذا صنع السعادة لنادي باريس سان جيرمان. صحيح. عشان وقتك قاعد. لا ما صنع السعادة لباريس سان صنع جيرمان. السعادة باك تو باك دوري الأبطال باك تو باك من الصعب. يعني فقط اللي عملها بالنسبة لحديث ريال مدريد. أنا أيضا مدريدي. شوف وهبي يتسم بالبراغماتية وتصريحاته دائما تصريحات دقيقة جدا. تعرف جملة قالها وهي اللي عجبتني، لأنه الناس بدأوا يتكلمون هل يمكن أن نتفادى هولندا أو سنتفادى اليابان أو ما إلى ذلك، لكنه قال نحن ماضون في طريقنا لا نهاب ولا نخاف أحد. أشرف حكيمي بكلمة بالنسبة طبعا أشرف حكيمي، شوف أشرف حكيمي الآن هو حديث الميدان وحديث المونديال. أشرف حكيمي فقط أفضل ظهير في العالم حاليا، أفضل ظهير على الإطلاق، بل إنه ينضم إلى مصاف أفضل الأظهرة اليمنى عبر تاريخ كرة القدم العالمي، ونقولها ونفتخر كمغاربة كعرب وكأفارقة. أشرف حكيمي في مباراة الأمس فقط، أنا أقول لك أشرف حكيمي في مباراة الأمس ظهير أيمن، سجل هدف، صنع هدفا. أشرف حكيمي، وهذا أمر يتحقق لأول لاعب مغربي في كأس العالم أنه يعمل أسيست ويسجل. ثم أشرف حكيمي أكثر من سدد على المرمى، 5 تسديدات على المرمى. أشرف حكيمي أكثر من لمس الكرة 106 مرات. أكثر عدد مراوغات ناجحة 5 مراوغات. أكثر من ربح الالتحامات الثنائية، الصراعات الظهير الطائر ما شاء الله. جملة واحدة مشاري على أشرف حكيمي إذا سمحت لي. جملة واحدة على أشرف حكيمي أنا دايما بقولها، وجود أشرف حكيمي ضد العدالة في كرة القدم، لأنه أشرف حكيمي تواجده مع أي فريق ده بيعتبر رسمي فهمي نظمي الفريق ده بيلعب ب 12 لاعب، لأنه ظهير وجناح في نفس الوقت، بيقوم بكل أدوار الظهير وبكل أدوار الجناح، نفس الدورين بيقوم بهم بكفاءة عالية. وبالتالي أنا كمدرب يعني بكون محظوظ مدة غيابه شهر ورد مع نهائي دوري الأبطال. شوف احتفالات زمايله معاه بعد المباراة حاجة رائعة. الله يحفظه إن شاء الله. إن شاء الله. الجماهير المغربية في مجموعة فيها البرازيل متأهل الثاني، تعادل مع البرازيل ومحقق 2 فوز وفايز بال4. نبحث عن انتقادات. عن أي انتقادات تتكلم؟ امتحان يعني عادي، تلميذ بيجي امتحانات يعني مختلفة. التلميذ المميز هو اللي يعدي كل امتحان ويتفوق وينجح في كل امتحان. نجي ونتكلموا على منتخب متأهل ومحقق ولا هزيمة الحمد لله وماشي يعني ماضي قدمه. نجيو اليوم نبحثوا عن انتقادات وفلان ما لعبش وفلان كذا وفلان كذا. لا خليني ما حد بحث يعني. لا هذا منتخب صاير يحمل امال الكره العربيه. العشم يعني صح. عشم مساعد ما قاطعك مساعد يعني نبيل، انت اليوم خلينك ساكت ولا اتاحت الفرصه مساعد قاطعك. تفضل يا نبيل. يعني بصراحه انا ما كنت ننتظر
انه نبداو الحلقه باشاده بالمنتخب العربي، بغنى يا المنتخب راجل، بغنى وفرح. بالضبط. يعني كنا ننتظر تحولت في اغنيه من انت بدر، ختامها لا، ما مسمعك فيش، صح؟ ما فيش. يعني ختامها كنا مسمعك. ننتظر في طبعا. انت اخر المتحدثين في هالجزئيه صح؟ إيه. تكلم بصراحه اكثر. تفسير كلام ما ذكر مساعد في خطا كارثي واخفاقات تكتيكيه من بدر، شنو تفسير؟ لا كثير عليهم عليهم. انا بصراحه إيه. كنت ننتظر ونأمل في مقطع صغير من عند بدر يسمعنا بدر يعني بمناسبة تأهل المنتخب المغربي، وإن شاء الله التأهل هذا جي أشياء أخرى. الجماهير خلنا برد عليه. لا ما في تحت فرصة يعني. خصوصا أن اليوم الأسعد هم الجماهير المغربية بشكل خاص والجماهير العربية بشكل عام. نشاهد هذه الفرحة الاستثنائية التاريخية في وصول أول منتخب عربي إلى الأدوار الإقصائية.